آه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده انا مش عامل له ولا مقدمه ولا فكره ولا اي حاجه. ده لسبب بسيط جدا، ما ينفعش ان انا اتكلم بعقلانيه في المحتوى اللي انا هقوله النهارده. اللي هو ايه يا جو؟ اقول لك انا النهارده اعرفك ايه هو المجتمع بتاع الجيمر والبي سي بقى والكلام ده كله لو انت عايز تخشه. يعني انت دلوقتي واحد مش فاهم اصلا ايه وظيفة الرام والبار سبلاي والكلام ده كله، الهكس ده كله. زيي من الاخر، زي انا كنت كده مثلا من 5 6 سنين، كنت اصلا فاكر ان السي بي يو ده او المعالج هو اهم قطعة في البي سي. هو ده اللي هيشغل لي الجيمز وهيشغل لي كل حاجة، لغاية ما اكتشفت بعدها حاجات كتير قوي. فانا في الفيديو ده او ممكن يبقى سلسله هعرفكم ماهيه البي سي عامه. انا مش عارف العنوان اللي هحطه للفيديو، بس ان شاء الله هيبقى ظابط. يعني ربنا موفقني في كل حاجه، مش هيوفقني في العنوان يعني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ المهم بقى، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. بصوا يا جماعه، انا هتكلم بلدي، فيعني الناس اللي بتحب المعلومات والكلام ده كله يا ريت ما تقعدوش في الفيديو ده. ولو عايزين تستفادوا بالطريقه البلدي بتاعتي، انا مش عارف البلدي هيبقى حلو بالنسبه لكم ولا لا، بس كملوا الفيديو للاخر. المهم بقى، كنت عايز اعرف لكم يعني ايه بي سي. البي سي من الاخر يا جماعه هو مجموعه من القطع عامه بتتركب في بوكس او صندوق واحد اللي اسمه الكيس ده اللي هو قدامكم دلوقتي، فبيدونا جهاز كامل. الكلام ده في كل الاجهزه حرفيا، حتى الكهربيات، التكييف، التلاجة، كل ده بيبقى من مكونات. اكيد مش بتلاقيه حته واحده كده بتلاقيها، لا هو بيجيلك على هيئه حته واحده. والمكونات بتاعت البي سي ده بتبقى كتير، يجي 7 أو 8 أو 10 على حسب انت عايز إيه فيه، فاهمني؟ يعني من الآخر اعتبر إن البي سي بتاعك أو الكمبيوتر اللي انت هتجيبه طبخة. انت بقى عايز تزود ملح، عايز تزود مثلا كارت شاشة، عايز تزود أيا كان انت هتزود ايه براحتك. ولو عايز تعرف القطع بتاعت البي سي وتفاصيلها، هسيب لك فيديو في الاي اللي فوق على ما اظن كنت شارح فيه القطع بتاعت البي سي، بس مش كلها، بس كنت شارح اهم القطع. المهم بقى نخش في اهم حاجه، ايه هي وظيفه الحاجه دي؟ يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك تكييف ده بيبرد لك، عندك مثلا تلاجة بتحط فيها الاكل والكلام ده، لكن البي سي دلوقتي ايه هو المعنى بتاعه؟ عارفين يا جماعه، البي سي او الكمبيوتر هو اهم قطعه عامه في التكنولوجيا الحديثه. ليه؟ لان هي اللي بتدي البرمجيات اللي بتخلي مثلا التكييف يبقى عالي، يبقى واطي، يبقى كذا يبقى كذا، التلاجة ما تفصلش في الوقت ده وتعمل في الوقت ده. حرفيا الكلام ده كله طالع من الكمبيوتر. بس انا هقولك دلوقتي عن المميزات اللي احنا كبشر عاديين يعني ممكن نستفادها من البي سي ده. اول واهم ميزه اللي انا شايفها الخارقه للطبيعه هو انك ممكن تتعلم اي حاجه على البي سي. معنى كده ايه؟ اقول لكم على موقف حصل معايا انا. من ساعتين تلاتة ما كنتش اعرف حاجه عن الفيديو ايديتنج او الفويس اوفر او عامه ان انا اعدل صوتي او اعمل اي حاجه من ده كله. دخلت على فيديوهات في اليوتيوب، قريت شويه كتب، عرفت يعني كل حاجة تخص مثلا فيديو اديتنج وان انا ممكن اعدل على صوتي ازاي من يوتيوب. كان في كتب معمولة طريقة تفكير الواحد اللي بيعمل تعديلات في الفيديوهات، كذا كذا، ده كله وانا قاعد قدام المكتب بتاعي وقاعد على البي سي وقاعد بسكرول حرفيا. نفس الكلام بيحصل مع كل الناس بس بطريقة مختلفة، لكن انا الحاجات اللي تخص البي سي فهي تخصه. يعني انا اقول لك ايه؟ اقول لك دلوقتي ان انا لو عايز اتعلم مثلا انجليزي، ممكن اقول لك ان انا ممكن احضر محاضرات اونلاين. هحضرها فين؟ على البي سي او التليفون. لكن انا بقول لك على حاجات تخص البي سي ذات نفسه. يعني انت حرفيا ممكن تتعلم مهارات كتير قوي 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 قوي، انا هقولها في الفيديو ده عامه. بس بقول لك اهم ميزه انك ممكن تلاقيها في البي سي بتاعك، انك ممكن تتعلم عليه حاجات تطلع لك فلوس كتير قوي، كتير قوي انت ما تتخيلهاش. يعني انت مثلا لو شغال في الكودينج والكلام ده كله، المرتبات بتبقى عالية قوي. بس الفكرة انك زي ما انت مثلا فاكر ان الفلوس بتيجي بسهولة قوي على البي سي، لو خش طريقة ربح $2000 في ساعتين، الكلام ده مش موجود. انت فاكر كده بس ده تفكيرك، لكن هو في الحقيقة ده شغل زي اي شغل. زي ما انت بتشتغل 8 ساعات مثلا وبتقبض 5 إلى 10 آلاف جنيه، برضه انت تشتغل على البي سي 5 أو 6 ساعات أو 10 12، بس هتقبض أكتر على حسب طريقة تفكيرك. ما تربطش ان البي سي بتاعك بقى هيطلع لك فلوس من غير ما انت تعمل اي حاجه، ده اسمه غباء. وده يودينا لتاني واهم ميزه معانا، انك ممكن تشتغل على البي سي بتاعك بطريقه شرعيه وقانونيه وطبعا مش حرام. يعني اي حد بيقول لك ان الشغل على البي سي حرام، قول له غطيها. قول له غطيها ليه؟ لان زي ما في حاجات حرام في حاجات حلال. ربنا ما حرمش كل حاجه علينا. يعني انت لو شغال في البي سي مثلا، عندك مهاره،
بتعرف تشتغل على الفوتوشوب، بتعرف تعمل فيديو editing، بتعرف تعمل voice over، أيًا كانت مهارتك إيه طالما بتتعب فيها وبتقدّم كل ما عندك وبتاخد وقت منك وبتتعب وبتحصل وبيسوي، أنت كده الحاجة دي حلال ليه؟ لإن هي تعبك، تعبك ده هو رزقك. إحنا العالم بيتطور بينا. في مجال الAI حاليًا يا جماعة الناس بقت تطلّع فلوس من الهوا حرفيًا، يعني ممكن تخلّي اللي هو الروبوت يشتغل مكانها ويطلّعوا فلوس، ده ممكن أقول لك فيه شُبهة حرام، لكن لو أنت اللي عامل الروبوت ده بقى وعامل ومسوي وعامل برنامج الAI ده، أنت ليه ده يبقى حرام؟ ليه؟ لإنك أنت اللي عامل الحاجة دي، عامل كده زي إيه، أقول لك أنا، عامل زي إيه المطعم اللي أنت مشغّله لمدة شهرين 3 تعبت فيه، فبعد كده بقى الزبون جاله قعد بقى ياكل من عندك كل يوم، أنت ما بقيتش شايل هَم الزبون، بقيت شايل هَم الفلوس اللي هتيجي لك قد إيه بس مش أكتر، فاهمني؟ فالكلام ده يعني ينطبق على الAI حاليًا. أنت دلوقتي لو بتعمل project AI أنت هتقعد تتعب فيه لمدة شهر، شهرين، سنة، سنتين، 3، بس في الآخر أنت الproject ده هو هيشغّل نَفْسه، فمش هتتعب بعد كده، فاهمين الفكرة؟ عشان الناس اللي بتحلل وبتحرّم الكلام ده. وطبعًا غير الAI بقى والphotoshop والvideo editing في حاجات كتير أوي، أوي، أوي ممكن تشتغل فيها على الPC. يعني مثلًا ممكن تشتغل content creator، يعني زي أنا حاليًا أنا قاعد بارفع فيديوهات على اليوتيوب علشان أجيب فلوس، بس هي مش جاية لغاية دلوقتي، بس تمام يعني مش مشكلة مش هنقول حاجة. المهم يعني ممكن تشتغل برضه web designer، تشتغل في الdrop shipping، بُص في مجالات كتير أوي، 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 ممكن تشتغل في التجارة الإلكترونية وده كله من على الPC بتاعك. ممكن تتعلم كورسات في ده كله، يعني أنت مش هتشتغل كده، مش هتخش على الPC تقول له أنا عايز أشتغل كذا هيشغّلك، لأ أنت لازمًا تتعلم كل حاجة، يعني كل الحاجات اللي أنا قُلتها دي أنت تتعلمها عن طريق تخش على اليوتيوب تشوف كورسات للحاجات دي، تشتري كورس ب10 والّا $20 من Udemy خلّي في علمكم بيعمل أوفرات جامدة جدًا يعني الصراحة يعني. لكن لو أنت واحد على الله كده ومش معاك فلوس زيي، فاهمني، اليوتيوب قدّامك فيه مليون فيديو ممكن يعلمك، مثلًا لو أنت عايز تتعلم فوتوشوب هتلاقي مليون فيديو للفوتوشوب، عايز تتعلم فيديو editing هتلاقي مليون فيديو للفيديو editing. فالحوار سهل يا جماعة، لو أنت عايز تتعلم coding الAI أيًا كان اللي أنت عايز تتعلمه هتلاقيه على اليوتيوب يعني، بس الفكرة في الدماغ اللي قدّامه، يعني أنت دلوقتي هتجيب فيديو، أنت غيري غير ده، غير ده، غير ده، أنت ممكن تفهم الفيديو أكتر منّي بكتير، وأنا ممكن ما افهمش الفيديو بالطريقة اللي أنت فهمتها بيها، فاهمني؟ فأنت هي نسبة وتناسب، شوف أنت الشخص اللي بيقدّم المحتوى اللي عاجبك وخُش فيه وتعمّق معاه، فاهمني؟ تالت ميزة باشوفها في الPC عامةً إنك بتلاقي حاجة ترفيهية في مكان واحد وفي مليون حاجة ممكن تعملها عليها. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي لمّا تخرج الشارع، تمشي مع أصحابك، تقعد على القهوة، تعمل، تسوي، تعمل كده كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم، هتزهق. فأنت إيه الخيار البديل بالنسبة لك؟ أنا طبعًا مش باقول لك إنك تقعد كل يوم على الPC وكده لأ، أنت خصص مثلًا يوم، يومين في الأسبوع اقعد فيهم على الPC بتاعك. المهم أنت هتعمل إيه بقى؟ هتحمّل لعبة جميلة جدًا أو تتفرج على فيلم أو مسلسل أيًا كانت اللعبة، في أذَّب من مليون لعبة على الPC ممكن تلعبها وكلّهم مختلفين عن بعض أقسم بالله. يعني ألعاب الeSports غير الRPG غير الfighter غير الرعب غير. الPC يضم أكبر مكتبة ألعاب في الدنيا كلّها. فأنت يعني إيه، خصّص يوم، يومين في الأسبوع، فاهمني، اقعد جيب الكنترولر بتاعك، اعمل لك كوباية القهوة المتينة أو النسكافيه أيًا كان أنت هتعمل إيه واقعد. ويعني أنا بالاقي صحاب ليّا وأنا ذات نفسي متعتي بتبقى في الحاجة دي، ما تسألش ليه، يعني مودي ممكن يتغيّر 180 درجة لو قعدت على الPC ولعبت، ما تفهمش ليه بقى، علشان ده بيغيّر الmood بتاعك، حالة نفسية. أنا مش دكتور نفساني الصراحة، بس باحاول أبقى أكون دكتور نفساني، إن شاء الله نفتح عيادة. بيقول لك الدكتور النفساني بيقبض 1000 جنيه في الساعة. ما لو ده بجد يعني ملعون أبو اليوتيوب الصراحة وهاروح أشتغل دكتور نفساني يعني. يا عليك، ده انا بهزر. شهادة مضروبة ب10.000 جنيه هاطلّع لي 1000 جنيه في الساعة عادي جدًا. المهم يعني نرجع لموضوعنا الأساسي يا جماعة، إن الPC عامةً يعني فيه مميزات كتير أوي، مميزات كتير أوي بعيدًا عن العيوب بتاعته. أنا مش هاتكلم في العيوب بتاعته ليه؟ لإنك أنت واحد داخل دلوقتي تشوف المميزات بتاعة الPC، أكيد مش هاقول لك عيوبه. أنا قُلت لك 3 مميزات ممكن تلخّص لك المميزات بتاعة الPC كلّها، مع إن في لسه مميزات تانية. أنتم تعرفوا يا جماعة إن المهندسين عامةً أي مهندس في العالم دلوقتي بيحتاج الPC في شغله عامةً، يعني المهندس القديم بقى، المعماري القديم بقى، الكُفتة بتاع زمان ده بتاع 2000 و1990 اللي بيستخدم كل حاجة بالورقة والقلم، دلوقتي لأ، دلوقتي في برامج blender وكل ده، وبرامج AI دلوقتي ممكن تبني لك حرفيًا أوضتك من الصفر لغاية 100%، وكمان تشوفها الواقع الافتراضي وحاجات تانية كتير أوي ممكن تعملها بالPC عامةً.
فأنت في 2025 لو أنت في بيتك ما فيهوش PC، أنت حرفيًا في كنز أنت مضيّعه، يعني من الآخر كده ييجي 50% من الدنيا أنت ممكن تكتشفها من الPC أصلًا، حرفيًا 50% دنيا تانية أصلًا ممكن تلاقيها في الPC ده. فأنت حاول يعني إنك تجيبه غرض تعليمي، كغرض مثلًا شغل، غرض لو أنت عايز تقضّي الweekend تعمل حاجة أنت بتحبها، هات الPC. لكن غير كده يعني ما اشوفش إن في حاجة ممكن الPC يعملها غير كده الصراحة يعني. ودي كانت نهاية الفيديو. أنا عارف إن هو طوّل حبتين 3 واتكلمت في مواضيع كتير أوي، دخّلت مواضيع في مواضيع، بس يعني ما كانش في طريقة تانية إن أنا أوصّل لك الفكرة غير كده الصراحة. دي كانت نهاية الفيديو بتاعي. يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ويالّا peace.